صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. صدق الله الكبير المتعالي، صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لختم القرآن. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، لا مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في النبيين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل اللهم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ اللهم علينا به النعم، وادفع اللهم عنا به النقم. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم إذا انقطعت المدة، ونجنا به يا الله من كل هلكة وشدة، وآنسنا به يا الله في بيت الوحدة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، ها نحن قد ختمنا كتابك وأنخنا مطايانا في بابك. اللهم لا تردنا عن جنابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل ختمتنا هذه، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. اللهم تقبل ممن قرأها، اللهم تقبل ممن سمعها، اللهم تقبل ممن أمن على دعائها. اللهم يا واحد يا أحد يا من لا أحد إلا هو، انقطع الرجاء إلا منك، وانسدت الطرق إلا إليك، وخابت الآمال إلا فيك. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا كريم
نرجوه. جئناك بذنوب عظيمة، اللهم إنا عبيدك المذنبون، إنا عبيدك المقصرون، اللهم إنا قد التجأنا إليك وفوضنا أمرنا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر اللهم لنا ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اللهم ما قسمت في هذا الشهر المبارك من رحمة ومغفرة وعتق، فاللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، واجعلنا اللهم من عبادك التائبين، واجعلنا اللهم من عبادك المعتوقين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر خائبين، اللهم اغفر لنا فيه مغفرة تامة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ممتحنا إلا نجحته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا سائلا إلا أعطيته من فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الحياة وخير الممات. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا دائم المعروف يا واسع العطية، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك اللهم ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار، اللهم لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك رضاك والفوز بالجنة ونعوذ بك من سخطك وعذاب النار. اللهم إنا
نسألك مسألة المسكين، وندعوك دعاء العبد الخائف الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه ورغم لك أنفه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. بيض اللهم وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قنا اللهم عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب أن هذا الجمع قد اجتمع على طاعتك ومرضاتك، يبتغون فضلك ورحمتك ويخافون عذابك. فاللهم عمنا برحمتك ومغفرتك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تكرمنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. وكن اللهم لنا في جميع الأمور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد والشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا لك طائعين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المقربين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبجاه ختم القرآن العظيم أن تتقبل سائر أعمالنا وأن تجعلها خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم هذا الجمع. اللهم أكرم هذا الجمع واعط كل واحد سؤله فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. فرج اللهم كربنا وارحم ضعفنا وتوفنا وأنت راض عنا. من أوصانا واستوصاكم بالدعاء اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ غائبنا وحاضرنا. اللهم احفظ غائبنا وحاضرنا. اللهم احفظ غائبنا وحاضرنا. اللهم بارك فينا وفي أبنائنا وفي أزواجنا. اللهم بارك فينا وفي أبنائنا وفي أزواجنا. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم أصلح ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن
قهر الرجال. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم عزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا كبير يا متعالي يا بر يا رحمن يا تواب، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبختم القرآن العظيم أن تكن لإخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا وناصرا وحافظا ومعينا يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم أطعمهم، اللهم أسقهم، اللهم اكسهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا متين. عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. رفعنا أكفنا إليك، لا رب لنا سواك فندعوه، أنت القادر وأنت المنتقم، اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين. اللهم أرنا حكمك فيهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم ذلهم، اللهم دمرهم، اللهم ذلهم، اللهم دمرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظ إخواننا في غزة منهم يا رب العالمين. اللهم عم بصائرهم عن إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ارفع راية الإسلام عالية، اللهم ارفع راية الإسلام عالية. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا رب العالمين أصلح حال هذه البلاد، اللهم أصلح حال هذه البلدة، اللهم أنزل علينا السخاء والرخاء، وارفع اللهم عنا البلاء والوباء والغلاء، واجعل اللهم عامنا هذا عام عطاء وسخاء يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الغيث غيثا نافعا، اللهم اجعل هذا الغيث غيثا نافعا، اللهم أتمه على خير يا رب العالمين. اللهم أصلح الزرع والضرع يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى، من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا بغير ذلك فاجعل الدائرة عليه. اللهم وفقنا جميعا لما فيه رضاك، واقطعنا عن كل شيء سواك، واملأ اللهم قلوبنا بحبك وحب مصطفاك. اللهم اكتب لنا جميعا التوفيق والصلاح والنجاح في أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا دائم المعروف يا واسع العطية يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم إنا ندعوك ونسألك باسمك القريب أن تستجب هذا الدعاء يا رب العالمين. اللهم استجب هذا الدعاء يا رب العالمين. اللهم ما قصرت عنه ألسنتنا فاللهم لا تحرمنا إياه يا رب العالمين. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بلغنا رمضان أزمنة عديدة، اللهم بلغنا رمضان أزمنة عديدة، ووفقنا بما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا بعد رمضان، اللهم اجعل عملنا بعد رمضان غير منقطع يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك ولمرضاتك يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، ارحم اللهم واغفر لمن فقدنا من آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا
المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبلهم عندك قبولا حسنا، واجعل اللهم بركة هذه الختمة على قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم اللهم نزلهم، واجعل اللهم قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم الحقنا بهم صالحين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اخرجنا من هذه الدنيا على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم امتنا عليها وابعثنا عليها من الامنين يا رب العالمين. اللهم نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا جميعا من عبادك المرحومين، وأن تجعلنا من عبادك المعتوقين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى، كما جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا عندك في مستقر رحمتك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا متحابين على سرر متقابلين. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء، واجعل اللهم بيننا المودة والرحمة والألفة والتواصل يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى، تقبل ممن شيدوا هذا المسجد واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك فيه يا أرحم الراحمين، وبارك في من عبد الله فيه يا أرحم الراحمين، وبارك اللهم في جيرانه من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تنسنا ذكرك ولا تجعلنا من الغافلين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض وداوي كل عليل. اللهم اشف كل مريض وداوي كل عليل. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متعنا جميعا بصحتنا يا الله. اللهم متعنا بصحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.